ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل البرياني بطريقته الاصلية وطعمه الجميل والوانه الحلوة. تعالوا معايا. حلة على النار فيها مية بتغلي، وهنزل بمعلقة زيت كبيرة، وهنزل بالملح. دي المية اللي انا هسلق فيها الرز، هسويه نص سوا. وهقلي البصل، هعمل بصل مقلي عادي اللي هو بتاع الكشري. ودي الفراخ بتاعتي في نفس الحلة اللي انا هعمل فيها. اي فراخ عندك استعمليها. بالنسبة للبهارات الصحيحة لورا وقرفة وحبهان وقرنفل. بالنسبة للبهارات البودرة كاري، فلفل اسود، ملح. وفي المرحلة دي هنزل بتوم مفروم وجنزبيل مفروم، وهنزل بكزبرة خضراء، وهنزل بنص البصل المقلي اللي انا عملته، وهنزل بعلبة زبادي متصورش اتمسحت، وهنزل بمعلقة من الزعفران وشوية سمنة كده، واقلب كل الخليط ده مع بعض. وهحط الرز بتاعي على الوش كده، وبعد كده هحط الحلة على النار، على نار هادية، وهسيبها ساعة على نار هادية. بعد كده على الوش كده هرش زعفران، وبعد كده البصل، وهغطيها واسيبها على نار هادية زي ما قلت لكم ساعة. دي سلطة الزبادي، ده خيار مبشور مع علبة زبادي مع رشة ملح وفلفل اسود وكزبرة خضراء. هنزل بكل المقادير كده واقلبهم مع بعض. في الاخر لما تيجي تاكلي حط عليها ليمون، رشة الملح ورشة فلفل اسود، واقلبهم مع بعض. خلاص سهلة جدا، هي بتتاكل جنب البرياني. والبرياني بعد ما خلص، شايفين الالوان الجميلة؟ وادي الفراخ استوت من تحت اهي، شايفين لونها جميل ازاي؟ الفراخ مع الرز مع البصل مع الكزبرة الخضراء طعم فظيع. الفراخ دايبة اهي عاملة زي الزبدة. وادي سلطة الزبادي، وبالهنا والشفا.